وصلت إليه خطيرة هنا. روعة روعة روعة، كورة في منتهى. مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ رجعناكم بالجزء الخامس من سلسلة ديفيجن مع أسود الرافضين. أنا كابتن علاوي، إن شاء الله يعجبكم الفيديو. هنا الوقت السحري حيث يبدأ كل شيء من جديد. نعود من الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من البحث عن المرمى. نايس. الثابتة، ومن منا يمكن أن ينسى ركنية الشهيرة. عدى وتوغل هنا. يا خرا شنو هذا؟ أيمن حسين وصلت إليه خطيرة هنا. روعة روعة روعة، كورة في منتهى الروعة. يا إلهي على جمال. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مروا فات الآن، يمكن تمريرة طويلة. ما شاء الله ما شاء الله على أيمن وما يقدمه. أوه، هذا أيمن ولا رونالدو؟ هذا مين هذا ما أعرفه. يا احمد صالح داخل، ولكن حارس المرمى برافو الشيخ عبد الحليم. يا لهوي يا لهوي، هو اللي الحارس. يا لهوي، أداء كبير جدا دخوله. سيطرة تامة على مجريات اللقاء الآن. تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. في توقيت سيء راح يؤكد تفوق في المباراة. هدف يوسع الفارق ويريح الأعصاب. في النهاية العراق قدم عرضا رائعا من اللاعب الهجومي. فزنا بالمباراة الأول، راح نطبع على المباراة الثانية إن شاء الله نفوز. هاي اللعبة هم. الحكم يطلق صافرته، يجرب مباشرة. رايس، لعبة خطيرة. هدف خيالي يسجل في هذه المباراة. بينية سيئة لم تكن بالشكل المطلوب. عدى وتوغل هنا، يمكن يسجل. ابغى حاجه اجلدك بها بس ما ادري ايش. مجهود كبير بذل في الشوط الاول. التقدم يبدا الشوط الثاني من المباراه. الدفاعي ممتاز في مباراه اليوم. العراق يحافظ على تقدمه بهدف مقابل لا شيء. هذه فرصه، يا الهي على فرصه ترتاح والفوز يقترب. انتهت المباراة. هكذا إذا انتهت هذه الأمسية الكروية، انتهى يا إلهي. رائع هنا، الألوان، الأجواء، الأهازيج، هذه متعة الحضور والوجود في المدرجات. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في يلا جول لمصلحة العراق. يا لها من بداية خيالية. بها أتمنى أن يكون السيناريو مثير جدا اليوم. يا خرا شنو هذا؟ مرة أخرى لنقطة البداية بعد دقائق قليلة. يجب أن نشيد بصناعة الهدف، لأن الكرة العرضية المتقنة لعبت دورا كبيرا في تسجيل هدف. كل شيء جميل هنا، تمريرة وإنهاء وعمل كبير من الفريق. نواصل. ما الذي الإنهاء؟ ربما خلص. يمكن القول أنها كارثة على الفريق. 1-على-1 ويمر. كان واضح أنه عازم. الله على والفرصة لمصلحة العراق. الأول ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. 1-على-1 خطيرة. كان في حالة توهان. ديل بييرو مر لوحده الآن. هذه فرصة. نو جاد يا جماعة.
الله الله على هذه المباراة. هدف التعادل يزيد من الإثارة والحماس، التحرك والتمركز الرائع. أصبحت النتيجة تعادل مرة. يلا شوت. هذا الثاني من تمريرة جميلة الآن. الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. اعتراض رائع للكرة. مناف يونس. كان لابد من التشتيت. انتهى المشوار هنا في بطولة الكأس. مباراة جميلة تنتهي بالتعادل، كان في ندية كبيرة من